ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم جهاز ذكي جدا، حاجه موفره عن اني اجيب موظف يعمل نفس الحاجه. امكانيه التلاعب فيها صفر تقريبا لانها مش معتمده على اي عنصر بشري. جايب لكم النهارده ماكينه تسجيل الحضور والانصراف للموظفين باستخدام البصمه والكارت وكمان بصمه الوش. دايما مسؤول الاتش ار او المحاسب او الراجل اللي هو بيعمل الرواتب اخر الشهر بتقابله مشكله كبيره، ان هو عايز يحدد ببساطه الايام اللي العمال اشتغلوها. لو انا اعتمدت على فرد او موظف ففي امكانيه ان يكون في تلاعب، ولو اعتمدت على الموظفين نفسهم ان هم يسجلوا حضورهم وانصرافهم طبعا اكيد مش هيقولوا ان هم اتاخروا. ولو جبت ماكينه عاديه من اللي هي بتاعت البصمه او الكارت فبتقابلنا مشكلتين. المشكله الاولانيه بالنسبه للمكاين اللي بتشتغل بالكارت، الماجنتيك كارد، يعني ببساطه الكارت ممكن يتعمل منه نسخه ثانيه، والابسط من كده ان انا ممكن كموظف ادي الكارت بتاعي لاي حد من زمايلي ان هو يمضي لي حضور بدري وانا اتاخر لي ساعه ولا حاجه، وكده كده بتبقى مسمعه في السيستم ان انا جيت في ميعادي. هتقول لي يا عم هيثم مش مشكله، ما انت ممكن تشغل نفس ماكينه الحضور والانصراف دي عن طريق البصمه، والبصمه مش هينفع ان هو يقطع صبعه ويديه لزميله عشان يمضي له مكانه. بس في بعض الفئات العماليه اللي بيشتغلوا بايديهم، وانا شفت الكلام ده بنفسي، ساعات البصمه بتاعتهم بتكون مشرطه، صوابعهم مبقاش باين البصمه بتاعتهم كويس، الماكينه مش هتقدر انها تتعرف عليه. حتى لو سجل صبع والتاني والتالت فبرضه ممكن الثلاث صوابع دول ما يقروش على الماكينه، وفي الاخر يقول لك والله يا بيه المكنه ما قرتش البصمه بتاعتي، انا اعمل ايه؟ لما يكون عندك مكنه فيها الاثنين اوبشن دول، الكارت والبصمه وكمان بصمه الوش، فما فيش عامل هيكون عنده اي حجه. ما قرتش بصبعك، ما قرتش بالكارت، هتقرا اكيد بوشك. فالماكينه لازم هتتعرف على وشه، حتى لو ربى دقن او شال دقنه او عمل شنب او اي حاجه فهي بتتعرف على بصمه وشه. فانت كده ضمنت ان ما يكونش فيه اي تلاعب. نسيت اقول لكم الماكينه دي من انتاج شركه دهوه، وهي تعتبر ماكينه صغيره جدا، في طبعا موديلات اكبر من كده. يلا بينا بقى نفتح كده البوكس ونشوف جاي مع الماكينه ايه وايه الاوبشن اللي ممكن تقدمه. هناخد لمحه كده سريعه عنها بعد الفاصل، ما تروحوش في اي حته. ده الباكج زي ما جالي كده من دهوه، نفتحه مع بعض. زي ما احنا شايفين شكله صغير كده عامل زي الموبايل. دي الكرتونه بتاعته، ده رقم الموديل اللي هو ال DHI ASI 6214J-MFW، انتاج شركه دهوه. دي الكرتونه، خلينا نفتحها كده ونشوف جواها ايه. كتالوج عن معلومات التركيب، ازاي تركبها وتوصلها بالكهرباء. خلينا احنا نشوف مع بعض دلوقتي. ده المانيوال لو حبيت تعمل سكان للمانيوال، وهو ده الجهاز. تقيل مش خفيف. هنا في بصمه كمان، وفي الكاميرات بتاعت الفيس اي دي. ده طبعا عشان توصلها بكابل النتورك، ودي الكهرباء، ودي شويه اسلاك عشان يعني تفتح الباب. لو مثلا بعد ما تقرا الوش بتاعك تفتح الباب. ودي يو اس بي عشان تدخل فلاش ميموري وتسحب الريكوردز. طبعا الجهاز تقفيله وهنا ميتال من ورا، شكله محترم جدا الحقيقه. التاتش سكرين هنجربها مع بعض دلوقتي. خلينا نشوف كده ايه اللي موجود معاها. ادابتور 12 فولت 2 امبير، دول المسامير للتركيب. ده الجزء اللي هو اللي بيتعلق في الحيطه بقى، ده اللي تثبته بالمسامير كده في الحيطه. واعتقد الزرار ده ليه اهميه، ان هو مثلا لو الماكينه اتشالت من مكانها تعمل الارم يمكن ولا حاجه، وبعد ما تركبها هنا بقى بتقفل بالمسمار ده عليها. طب خلينا نجرب الجهاز كده في الكهرباء. كده بدات الستارت اب. هنا بيقول لي بقى ادخل الديفايس انفورميشن اللي هو اليوزر نيم ايه، انا قلت له ادمن، والباسورد. الايميل سيبك منه دلوقتي. كده تمام. هو هنا بقى هيقرا وشي. والله الكاميرا حلوه بتاعته. طبعا هو واضح ان هو ما يعرفنيش اكيد، يعني انا مش مبرمج بصمه وشي عنده. فكده هدوس لمده 3 ثواني كده على الشاشه، هيطلع لي الاوبشنز بتاعه الادمن والفيس والحاجات دي كلها. اول حاجه هروح على الادمن وهكتب الدخول بتاع الادمن اللي هو ادمن 2020. هيدخلني كده على المين منيو بتاعه الجهاز.
هجرب اضيف يوزر جديد، نيو يوزر، هسميه هيثم مثلا، هيثم سلامة. اوكي، خلينا نضيف كده الفينجر اي دي بتاعته. هو ليه الماكينه بتسمح بثلاثه فينجر اي دي. خلينا نشوف اول واحده كده. ده اول صبع. خلينا نشوف تاني صبع. اوكي، ممكن نضيف تاني صبع برضو اللي هو مثلا ده. كده في فينجر برينت. في الفيس بقى مثلا اهو، انا هحط الفيس بتاعي. طبعا دي شويه اوبشنز تانية كده، الباسورد والكارد كمان، ممكن لو عندك كارد تقدر تسجله. تمام، وهقول له اوكي كده، يبقى انا ضفت اليوزر. بص ازاي بقى هعمل كده، خلاص هو كده قرا وشي. والتكه دي اللي هي بيفتح بيها الباب. عايز اشوف بقى هو الريكورد اللي سجله فين. ده الريكورد، سيرش ريكوردز. بص قال لك هنا ايه، دي الفيسز. بص هنا هو سجل كده الدخول بالفيس باليوزر اي دي 1. بص هيثم سلامه، وبالتاريخ بتاعه كمان وبالوقت بتاعه. ممكن اعمل المود بتاع الاتندنس ازاي، نيبل اتندنس، واقول له ايه. في اوبشنز كتير كده عشان اقدر ان انا اتحكم فيها في الموظفين، دخولهم وانصرافهم. كمان هنا الكونكشن، كمان اقدر ان انا اعمل كونكت عن طريق الواي فاي. اعمل كده، اقدر اعمل سيرش على الواي فاي الموجود كده، كونكتد بالنتورك اللي هي الواي فاي كده. بس هياخد الاي بي ادرس بتاعته، او كده خد الاي بي وعرف الديفولت جيت واي بتاعي. خلاص كده تمام، كده بقت كونكتد. محتاج ان انا اظبط الساعه بقى، واضح ان الساعه مش مظبوطه. سيستم تايم، هقول له تشيك، ياخد الساعه كده من الانترنت. كده هو خد الساعه من الانترنت اهو، اللي هو 6/5/2023. وده وقت تصوير الفيديو. الساعه هنا بس التايم زون لازم اقلله شويه. كده الساعه مظبوطه، الجي ام تي مظبوط. وفي بقى اللغه والحاجات دي كلها، كل الاعدادات موجوده. ودي الاوبشنز بتاعت اللي هي الدخول، اذا كان تشيك ان الصبح ولا بريك ان، بريك اوت، تشيك اوت، اوفر تايم ان واوفر تايم اوت. كده عملت بالفينجر برينت كمان. قال لي اوكي. الكاميرا بتاعتها صورتها حلوه، الجهاز كويس بصراحه. انا اللي بسطني اكتر حجمها الصغير. بص هي حجمها صغير جدا، والاوبشن انها ممكن تتوصل عن طريق الواي فاي او عن طريق كابل انترنت عادي خالص كده، ار جي 45. ده في حد ذاته حاجه كويسه. عندي الاوبشنين، وكمان طبعا اكيد الاوبشنات العاديه اللي بتقدمها اي ماكينه حضور وانصراف. ودي كانت لمحه بسيطه عن ماكينه حضور وانصراف بالبصمه والكارت والفيس اي دي اللي شفناها مع بعض في الريفيو. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، ويا رب تكونوا استفدتوا ولو بحاجه بسيطه جدا. ولو حسيت ان الفيديو كويس يا ريت ما تبخلش عليا بشير جميل كده ولايك عظيم منك. ولو انت تتفرج عليا من اليوتيوب ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بعملها. ولو بتتفرج عليا من الفيسبوك، ويا ريت تشرفني طبعا في صفحتي في الفيسبوك، يا ريت ما تنساش تعمل لي فولو او متابعه. وبرده ما تنساش الكومنت الظريف بتاعك اللي انا دايما بيفرحني، حتى لو كان بينتقد اي حاجه انا عملتها. بشكركم يا جماعه جدا لوقتكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.